نشوف اللي جاي. اكيد وصلك ما يدور في ميدان التحرير. تسمح لي اقول لك؟ لسه هناقشك. ما يدور في ميدان التحرير دلوقتي طبل وزمر ورقص وبنات وشباب ومخدرات وعلاقات جنسية كاملة. انا عايز حد ينزل ميدان التحرير ويشوف. هقول لك وما تزعلش، ولادي بينزلوا ميدان التحرير كل يوم. مش هيقولوا لك ما يحدث الان في ميدان التحرير كرنفال. كرنفال، في فرق بتعزف، في وان اكت بلاي، مسرحيات بتتعمل كلها طبعا فيها تهكم على النظام وعلى شخص الرئيس وعلى حاجات كتير. في لب، في سوداني، في فشار، في حاجه ساقعه، في شاي. واخد بالك؟ اتفرجت على ده في قناه عربيه، مش العربيه، في قناه عربيه. بعد ما فرجونا على كل ده، انا مش بقول ان انا اتفرجت وبس، انا اتفرجت وسمعت وشفت احوال البلد اللي كلها طلبات الثوره والمتظاهرين. الرئيس مبارك كان بيتكلم عن الفساد، وكان بيتكلم عن البطاله، وكان بيتكلم عن ارتفاع الاسعار. كل ده بقول كده، ما بلتمسلوش العذر، ما بقولش ان هو معذور عشان ما حدش يفهمني غلط. اي اخطاء حصلت فهي في عصره وفي حكمه. ولكن هو بيقول لي الكلام ده علشان فيلم طباخ الرئيس. ما هو كانت الفحوى لفيلم طباخ الرئيس ايه؟ ان الرئيس معزول عن حاشيته، وهو استوعبه على هذا الشكل. لان انا بعتقد ان الرئيس مبارك من 10 سنين كان بعيدا عن السلطة وكان بعيدا عن الحكم. موضوع حفيده. انت شايف، انت كطلعت شايف مين اللي كان بيحكم؟ انا اعتقد ان جمال مبارك واصدقائه. الروح تسري والملائك حولنا. ما اقدرش اقول له متشكر، ما اقدرش اقول له ربنا يسامحك، ما اقدرش اقول. ليه؟ لان الكلام ده كله حد بيقول كلام كذب. الكلام ده كان قبل التنحي، قبل الرئيس ما يمشي. عمره ما نزل ميدان التحرير هذا الشخص، عمره ما شاف. لأنه لو كان نزل ميدان التحرير كان هيبقى ليه رأي تاني، وما كانش هيقدر يدخل ميدان التحرير. لأن في نوعيات من البشر أما بيتواجدوا في مكان طاهر شريف بيبقى صعب عليهم قوي. في ناس كتير من البشر، في بعض البشر ما تعودوش ان هم يتواجدوا في اماكن الشرف والكرامة والمجد. بيقول ولاد وبنات ولب وسوداني ومخدرات ومعاشرة جنسية. كان إذا كان بيسمي قنابل المولوتوف في الأيام اللي كان بيتكلم فيها ديت، وبيسمي الرصاص الحي، وبيسمي الطوب اللي بيتحدف على الشباب، إذا كان بيسمي ديت مخدرات ومعاشرة جنسية، ده يبقى يحتاج كلام تاني خالص. نوعية من نوعيات النفاق، النفاق الذي يعني يعيش مع كل عصر ومع كل زمان. نوعية من نوعيات النفاق الذي يعني تجاوز حدود الأدب وحدود يعني كل شيء. ما قلناش ما تحبش حسني مبارك، لكن إذا كنت بتحبه ما تخليك تحبه على طول. ما ينفعش بعد الثورة وبعد ما مشي ولي النعم، واللي كنت انت احد الناس اللي حظيوا بلقاء خاص معاه
وكان يقبل الأيادي والأقدام؟ لا، أصلنا الطيب المصري الجميل يقول إنك تحفظ الجميل، وإلا لما كنت بتقابله وبتضحك في وشه يبقى كنت حد تاني وحد تالت وحد رابع. أنا بسيب معظم التعليق لحضراتكم عشان تقولوا إيه رأيكم، لأن أنا لو قلت رأيي ما ينفعش أقوله على الشاشة.